في شهر 1 من سنة 2023 وبعد صلاة الفجر تحديدا، انطلق راكب الدراجة النارية حمزة هاشمي من مدينة كراتشي باكستان، سلك الطريق الصحراوي المؤدي إلى جبال كيرتار الشهيرة برفقة مجموعة أخرى من الدراجين المشهورين باسم فرقة دات بيكر دود. كل شيء كان يصير بشكل طبيعي، لكن فجأة تجاوز إحدى الأشخاص دراجة حمزة على اليمين، ومثل ما لاحظنا الأشخاص هذول ما كانوا تابعين للفريق، والدراجة النارية كانت تحمل 3 أشخاص ملثمين وجوههم غير ظاهرة وحتى لوحة الترقيم دون كتابة. تجاوزت الدراجة النارية الغريبة حمزة بسرعة كبيرة، لكنه ما أخذ لهم أي اعتبار وقال إنه شيء طبيعي، خصوصا إنه في الصحراء وبجانب الحدود. لكن صديقنا أخطأ في التقدير وما كان بيعرف إنه هذول الأشخاص خطيرين لهاي الدرجة، وإنه وقتها حيواجه هو فريقه الخطر. وبعد ثواني فقط مر حمزة من مطب عائق واضطر حتى يخفف السرعة ليصير بعدها هذا الشيء المرعب. لما عبر حمزة من المطب وجد مجموعة من الأشخاص مسلحين على جانب الطريق، نزلوا فجأة من الدراجات وأغلقوا المكان كليا. ولما حاول حمزة زيادة السرعة لحتى يتجاوزهم لمح سلاح بيد المجرمين، وأي حركة مفاجئة رح تدفع ثمنها حياتك. غالبا استسلم حمزة للواقع وما قدر يسوي أي شيء، وإلا رح تكون حياته ثمن لأي فعل متهور. نجح فرد من المجموعة بالهروب من قطاع الطرق وجازف بحياته وانطلق بسرعة كبيرة نحو الطريق العودة، لكن المجموعة الباقية ما تجرأ أي حدا منهم يسوي أي حركة مفاجئة واستسلموا للواقع. मुश्किल का ज़माना है, बंद कर दो, ऑफ कर दें, घर वाले कॉल करेंगे। पैसे दे रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पैसे निकाल लें, कार्ड छोड़ दें, कुछ रास्ते के लिए छोड़ दें, 100-200 वो छोड़ देंगे, वो दे देंगे, बाकी नहीं है। लाइसेंस पक्का 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 खड़े रहो। سرقوا قطاع الطرق كل أموالهم وهواتفهم كاملة مع الكاميرات والمعدات اللي كانت بحوزتهم. كل شيء كان واضح في الكاميرا اللي كانت على راس حمزة، ولحسن الحظ ما شاف قطعة الكاميرا اللي وثقت لنا هذا المشهد. في الأخير نزع الكاميرا وحاول يخبئها داخل الشنطة خوفا من أنه حد يشوفها وتكبر القصة. اللي صار مع حمزة هاشمي مو مجرد حادث عابر أو محاولة سرقة، بل انعكاس حقيقي للخطر اللي ممكن يواجهه أي مغامر لما يقرر يدخل مناطق نائية أو صحراوية بدون حذر كافي.